متابعين ماروكا داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، كما العادة كنقول لكم السلام عليكم، تحية للجميع. كنتمنى منكم تفاعلوا معنا في هذا الفيديو، وأيضا الضغط على زر الإعجاب، تعليق على الفيديو. غنهضروا على آخر أخبار فريق الرجاء البيضاوي، ولكن قبل ما غنهضروا على الأخبار ديال فريق الرجاء البيضاوي كنتمنى من جميع المشاهدين أنهم يدعوا مع الإخوان ديالنا اللي كاينين في مدينة قصر الكبير. حاليا قصر الكبير مهددة بالفيضانات كبيرة جدا. منسوب المياه ارتفع بواحد الشكل خطير جدا. رئيس الجماعة ديال قصر الكبير خرج في تصريح، ربما غيكون شافوه عدد كبير من المشاهدين، كيدعو او كيدعي السكان بانهم خصهم يغادروا المدينة في اقرب وجه ممكن. لانه علاش؟ لان منسوب البحر مرتفع، ومنسوب ايضا السد والمياه اللي كتصب مرتفع بشكل كبير، خلى ان المدينه معرضه لفيضان كبير جدا. على العموم هذه صوره لمدينه قصر الكبير. دعواتكم اللي هاد الناس هادو اللي ساكن في مدينه قصر الكبير كنتمناوها انها تدوز سالمه. هذا هو اللي كنتمناو ان شاء الله، والله يعطينا الشتاء على قد نفع كما كنقولوا دائما. ف نتمناو هاد الموجه ديال الامطار تمر بردا وسلاما على جميع المغاربه في جميع ربوع المملكه المغربيه، وايضا بالاخص سكان مدينه قصر الكبير. وندوزو اخبار ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي غادي نبداوها بطبيعه الحال باللاعب بلال ولد الشيخ. رسميا تأكد مغادرة بلال ولد الشيخ لفريق الرجاء البيضاوي على سبيل الإعارة. بلال ولد الشيخ يعود لفريقه السابق فوليندام بعقد إعارة لغاية نهاية الموسم القادم من فريق الرجاء البيضاوي. هذه القضية ديال الإعارة تحسب بشكل كبير جدا للمكتب المسير لفريق الرجاء البيضاوي، أنه مشى عقد إعارة ولما الفريق كينشط في دوري أوروبي وفي دوري ممتاز جدا اللي هو الدوري الهولندي. على العموم نتمنى أن بلال ولد الشيخ، أنا عارف أنه في الجعبة ديالو ما يعطي الكثير والكثير، ولكن ربما مجيئه للرجاء ما كانش عطي هذيك الأهمية الكبيرة جدا، وما كان تقاعس في التدريب ديالو، وظهر عليه جليا في الفورمة ديالو أنه ولا لاعب غليظ. فما يمكنش ان في فريق الرجاء البيضاوي خصو يكون عارف هاد لي ديتاب اللي كاينين حاليا ديال الرجاء. راه الرجاء راه بحال اياكس امستردام في هولندا، بحال ريال والبارسا في اسبانيا، بحال روما، بحال جوفونتيس. هادي راه الرجاء، هادي ديما كنقولها، هادي راه الرجاء. فما نظنش ان اللاعب جا بهاد الفكره ديال انه ما يطورش راسو ويعطي الاضافه الكبيره في فريق الرجاء البيضاوي، بل كنظن انه ما تبعش نظام غذائي صحي وما كانش كيتريني بجديه، والنتيجه انه اصبح ثقيل جدا داخل ارض الملعب، ووزن زائد كيظهر جليا للعيان. انه اللي شافو غيقول هذا ماشي لاعب كره القدم وعمره لعب كره، لانه كان غليظ بشكل كبير جدا. من جهه اخرى الاخوان، الرجاء البيضاوي في طريقه لتقديم عرض رسمي لضم صلاح الدين الرحولي من أولمبيك أسفي. فالآن حسب الأخبار اللي كتداول حاليا أن اللاعب صلاح الدين الرحولي قريب لفريق المغرب الفاسي، بعد الشائعات كتقول بأن المفاوضات فشلت بين أولمبيك أسفي وبين المغرب الفاسي. على العموم دخول الرجاء البيضاوي في هذه الصفقة هذه كنظن ممتاز جدا. علاش؟ أن اللاعب معروف انه لياقه بدنيه عاليه، عنده مباريات كثيره في الرجل ديالو، وقادر على انه يعطي الاضافه لفريق الرجاء البيضاوي. ومن جهه اخرى الاخوان، تاكدوا بشكل رسمي غياب اللاعب محمد المكعازي للاصابه. محمد المكعازي تعرض لاصابه اثناء التدريب، فالغياب ديالو كنظن ما غاديش يكون مؤثر بشكل كبير في ظل وجود الشرايبي، ووجود ايضا شراره، ووجود ايضا صابر بوكري، ووجود برقوق. ما نظنش انه غيكون غياب مؤثر، ولكن كنظن انه في هذه الفتره حنا ما محتاجينش اننا يتصابوا لنا اللاعبين. من جهه اخرى اللاعب ماتياس اللي قالوا بانه عنده اصابه وغيكون غائب في مباراة الرجاء البيضاوي ضد زمامرة. اخبار ديال الاصابه ديالو لا اساس لها من الصحه. اللاعب حاليا كيتدرب بشكل عادي مع فريق الرجاء البيضاوي، وان شاء الله باذن الله غادي يكون واجد في فريق الرجاء البيضاوي، يكون واجد المباراة ان شاء الله القادمة. ومن جهة اخرى
اللاعب الجديد لفريق الرجاء البيضاوي في أول ظهور له بيسارة حليمي، أو حليمي، في الآن كيتدرب بشكل مباشر مع فريق الرجاء البيضاوي. ربما عدد كبير كيقول بأنه كيشبه إبراهيم دياز، وربما أيضا كيقولوا طريقة اللعب ديالو كلاعب مدرج، لاعب سابق لفريق ريال مدريد. فالعموم حاليا محتاجين أنه يكون في الجاهزية ديالو، لأن بكل صراحة وللأمانة عندنا مشكل في خط الوسط الميدان، في ظل أعيد وأكررها، تراخي لا مفهوم من طرف صابر بوكرين في المباريات الرسمية لفريق الرجاء البيضاوي. الناس غيقول لي كتحامل على صابر بوكرين بزاف. نعم، نعم أتحامل عليه، لأن عارف أنه غادي يعطي أكثر ما كيعطي حاليا. المستوى ديالو مرتفع جدا، فما كنظنش أنه ما خصوش أنه يتنتقد، لا ننتقدوا على الأداء ديالو باش يفيق معنا ويطور المستوى ديالو. محتاجين النسخة المرعبة ديال صابر بوكرين. ما يمكنش أننا نشوفوا صابر بوكرين بهذا الرعونة في إجراء المباريات، كيحاول أنه يكون تثاقل غير مفهوم. فأنا شخصيا غادي ننتقد صابر بوكرين، ماشي غير صابر بوكرين، ولكن أي واحد المستوى ديالو غادي ينزل غادي ننتقدوه، ماشي كرها فيه، ولكن بغية إرجاع الإمكانيات ديالو طبيعية. لأنك هذه المهنة ديالك، كتدرب يوميا، ما مسموحش لك أنك تكون عندك ضعف اللياقة البدنية. ومن جهة أخرى غادي ندوزو وغادي نهضروا على الخبر ديال الكونغولي، او الجناح الكونغولي اللي كان مهتم في فريق الرجاء البيضاوي للانضمام الى فريق الرجاء البيضاوي. فنادي سيمبا التنزاني نقدروا نقولوا انه رافض انه يتخلى على اللاعب إيلي مبانزو. وايضا المفاوضات صعبة جدا ما بينه وما بين فريق الرجاء البيضاوي. الرجاء البيضاوي مهتم باللاعب إيلي مبانزو لاعب سيمبا التنزاني، ولكن نقدروا نقولوا أن سيمبا التنزاني رافض رفضا كبير جدا أنه يتخلى عن اللاعب أو الخدمات ديال اللاعب. ولكن لحد الآن الإخوان، باش نكونوا واقعين، المفاوضات راه مازال مستمرة ما بين إدارة فريق الرجاء البيضاوي وما بين أيضا فريق سيمبا التنزاني. ومن جهة أخرى غادي نهضروا على لاعب فريق الرجاء البيضاوي إسماعيل خافي، اللي مرشح أنه غادي غادر فريق الرجاء البيضاوي. فكنظن أن عدد كبير من الجماهير غادي يقول لك حنا مع راحل إسماعيل خافي، لكن أنا عكس هذه المقولة، لأن يجب الحفاظ على الركائز الدراري. راه إلا توعت لك ماتياس، شكون اللي غتدخل في بلاصتو؟ حتى يحيى إيغيز ما باغيش يعطيه فرصة كاملة مدرب فاضل، باش نكونوا واقعيين. فكنظن أن أحسن قرار أنه يدير فريق الرجاء البيضاوي يحافظ على الركائز ديالو حاليا. فكنظن أن جا الوقت باش أننا ما نتخلوا على حتى شي لاعب حاليا، يبقاو معنا يكملوا معنا الموسم. من بينهم إسماعيل خافي اللي مطلوب بشكل كبير جدا في الدوري الإماراتي وأيضا في الدوري القطري. فالآن ربما الكرة عند المكتب المسير لفريق الرجاء البيضاوي. وجود حاليا مهاجمين فقط في الرجاء كيخلينا أننا كنرفضوا رفضا باتا أنه نتخلوا على خدمة ديال إسماعيل خافي، في ظل عدم إعطاء الفرصة الكاملة ليحيى إيغيز. وهذه يحيى إيغيز الدراري راه من المواهب ديال فريق الرجاء البيضاوي، وماشي غير يحيى إيغيز، فكاين أيضا اللاعب السعيدي وكاين الهنوري. ولكن في ظل العدم المغامرة ديال المدرب، فكنتمنى هاد اللاعبين انهم يلعبوا مباريات كثيره مع الفريق ديال الامل ديال فريق الرجاء البيضاوي، او حتى الفريق الرديف ديال فريق الرجاء البيضاوي، لانه من الاحسن انهم يديروا ماتشات في رجلهم على انهم يجيو ويجلسوا في مقعد البدلاء. فانا مع الثلاثي هادو، اما تعطيهم فرصه 90 دقيقه ديالهم يلعبوها في 5 مباريات متتاليه باش يتحاكوا، واما تخليهم انهم يلعبوا مع الفرق ديالهم او مع الفئات السنيه ديالهم. على العموم ربح كبير 3 المهاجمين مستقبلا، خصنا نستثمروا فيهم بشكل كبير جدا باش نتهناو من هذه المعضله اللي لاحقتنا لسنوات على انه ما كاينش شي مهاجم قدر يفرض راسه من بعد رحيل للاسف الشديد اللاعب مالونكو. من جهه اخرى، بعض الاخبار كتروج حول اهتمام سابق لفريق الرجاء البيضاوي باللاعب الموريتاني بونا عمر. فنقدروا نقولوا ان الصفقه
ربما فشلات بواحد الشكل كبير جدا، ما بقاش اهتمام رجاوي بها حسب الأصداء اللي وصلتنا من بعض المقربين ديال اللاعب. على العموم كنظن أنه آه، عندنا تجربة مع اللاعبين الموريتانيين، نعم وصحيح وأكيد وبطبيعة الحال، ولكن ما كاينش شي لاعب موريتاني نجح في البطولة الوطنية. فمن الأحسن أننا نبتعدوا عن اللاعبين الموريتانيين لأن الجودة ما كايناش بكل صراحة. نعم كيلعبوا كلاعبين دوليين في المنتخب ديالهم، ولكن كتشوف حتى المنتخب الموريتاني راه منتخب ضعيف، راه ماشي منتخب اللي قوي ولا شي حاجة، منتخب ربما كيظهر في المناسبات وفي الأخير كيغيب مرة أخرى، لأن بكل بساطة موريتانيا ماشي أرض الكرة وماشي أرض المواهب. موريتانيا بلد كيحاول أنه يجتهد، كيحاول أنه يبني فريق قوي، كيحاول أنه يبنيو فرق قويين، حتى الملاعب عندهم ماشي الجودة. فما يمكنش أنك تطلع مواهب بدون ما أنه خصهم يكون عندهم حب لكرة القدم، ويكون الدري طالع كويري من صغره. هذا هو الإشكال اللي كاين حاليا. فكنظن أن من الأحسن إدارة فريق الرجاء البيضاوي تبتعد على الدوري الموريتاني، لأنه ما تلقاش فيه داك الشيء اللي باغي وداك الشيء اللي بغات الرجاء. من جهة أخرى الإخوان، اللاعب المشاهدين اللي كيسولوا على زريدة، زريدة كان قاب قوسين وادنى غادي يوقع الفريق الرجاء البيضاوي، ولكن ربما الحملة اللي كانت ضد عودة زريدة، وهذا شيء طبيعي جدا لأن زريدة ما بقى عندهم يقدموا الفريق الرجاء البيضاوي، خاصة الطريقة باش غادر فيها فريق الرجاء البيضاوي خصنا نحيدوا فيها المحنة الإخوان ونكونوش حنان أكثر من القياس، لأن اللاعب اللي غادر فريق الرجاء البيضاوي طوعا ما خصوش يرجع له عاوتاني هو طوعا. نعم انا نقدر نقول لك انا زريدة الا جا الرجاء يقدر يعطي واحد الاضافه في خط الوسط، ولكن راه الرجاء خصها تبان ديما كبير على اي لاعب. ما يمكنش انك مشيتي درتي واحد ليكسبيريونس ما صدقاش ليك ترجع للرجاء. فاحسن قرار ان فالمكتب المسير لفريق الرجاء البيضاوي صرف النظر على اللاعب زريدة، كنتمناو ليه حظ سعيد في المسيره ديالو الكرويه، لكن الرجاء البيضاوي خاصها دماء جديده. كنظن انه زريدة خدا فرصه ديالو كامله مع الرجاء، لاعب نقدروا نقولوا كان كيتالق بشكل كبير جدا. غادر فريق الرجاء البيضاوي للاسف ما فرضش راسو في الدوري الليبي. على العموم ندوزو الخبر الموالي الاخوان اللي غادي نهضروا فيه بطبيعه الحال على الصرامه ديال الاهلي المصري. فربما الاخوان شافوا واحد الصوره ديال اللاعب يوسف بن العمري، كيبان عليه واحد في الملامح ديالو ما موجوداش ديك الراحه وداك كاين واحد ارتباك داخلي. فهنا كنعطيكم واحد الدرس اللي داروا الاهلي المصري في الصرامه ديالو. فكتعرفوا ان عندهم لاعب سميتو امام عاشور من اللاعبين اللي فاردين ريوسهم في الاهلي المصري، فرفض انه يمشي معهم في احد المباريات الافريقيه، فحكموا عليه ب مليون و500 جنيه مصري كغرامه. وهنا فين كتبان القوه ديال المكتب المسير ديال الاهلي المصري. فالمكتب بطبيعه الحال كيخلص اللعابه في الوقت ديالهم، كيعطيهم بريمات ديالهم، كيوقع معهم اثمنه كبيره جدا في افريقيا كامله. الاهلي المصري هي اللي تقريبا اغنى فريق في افريقيا حاليا. فمن كيوفر لهم جميع المتطلبات ديالهم، في نفس الوقت كيفرض عليهم الشروط ديال النادي. بطبيعه الحال الناس اللي كيقول لهم انهم الاهلي حاطين عباره كيقول الاهلي فوق الجميع، فبطبيعه الحال فوق الجميع، لانه كيعطيك جميع داكشي اللي بغيتي، ولكن راه كيخرج منك الزيت يا الاخوان. فهنا كتقدر يا اما الا كنتي عندك شخصيه قويه وكويري ممكن انك تفرض راسك في الاهلي المصري. اما اذا كانت غير الموهبه بدون شخصيه قويه ما نظنش انك تقول العدد كبير، لا بانو لا اشرف داري لا بن شرقي، فينا هما هاد اللاعبين هادو كاملين دمروا الموهبه ديالهم في الاهلي المصري. من جهه اخرى الخبر اللي كيروج حاليا حول ان زياش رفض انه او ما بغاش انه او تم استبعاد ديالو من اللائحه اللي غتلتحق باللاعبين اللي غادي يشاركوا في المباراه اللي كاينه في افريقيا حاليا. ما عرفتش بالضبط مع من اللاعبين، كنظن في كونغو الديمقراطيه. فكنظن انه الا كان الراجل غيسيني مع شي لاعب ويبدا يتعزل عليه في الماتشات، كنظن
من الأحسن ما يسينيوش معاه. فتأكد رسميا أن حكيم زياش ما غاديش يلتحق بالوداد في الكونغو، وأنه يفضل أنه يقوم بالتدريب ديالو في مدينة الدار البيضاء. حاليا هذه الواقعة كون وقع هذا الفريق الرجاء البيضاء، وكون كان واحد الجدل كبير جدا في مواقع التواصل الاجتماعي، فهنا فين كيبان أن الفريق الرجاء البيضاوي إعلاميا قوي بشكل كبير جدا على الغريم التقليدي. على العموم بحال هاد الصفقات خاص الرجاء تجنبهم، اللاعب اللي كيتعزل الماتشات ربما غير صالح بتاتا بأنه يحمل قميص فريق الرجاء البيضاوي. على العموم هادشي اللي كاين في آخر أخبار فريق الرجاء البيضاوي. كنشكركم على المتابعة، شكرا لكم وإلى اللقاء.